الكبدة الاسكندراني او كبدة العربيات، سندوتشات الكبدة كده اللي على العربيات ونفسك تاكليها، او حتى في المحلات، بس مش ضامنة نظافتها، مش ضامنة معمولة ازاي، مش ضامنة نوع الكبدة حلو ولا لا. طب يلا سمي الله، صلى على رسول الله. تعالوا حبايب قلبي اقول لكم انا عملتها ازاي. مكوناتها بسيطة جدا، مش بتاخد وقت خالص. يلا نبدأ الفيديو. انا عندي هنا ده كيلو الا ربع من الكبده. زي ما انتم شايفين كده، لازم عشان تعرفي تقطعيها تكون مجمده. احنا هنقطعها عصافيري، قطع صغيره كده، بس عمرك ما هتعرفي تقطعيها وهي فكه. لازم حتى لو انت جايباها كده من عند جزار، او حتى الكبده المستورده، لازم تحطيها في الفريزر الاول تتجمد. بعد كده تروحي مطلعاها وتجيبي بقى سكينة حامية كده وتبتدي تقطعيها شرايح صغيرة. بصوا كده، التقطيعة دي اسمها تقطيع عصافيري. كده مقطعينها عصافير صغيرة قوي قوي قوي، شرايح او مكعبات صغيرة. عايزة تقطعها مكعبات ماشي، عايزة تقطعها شرايح رفيعة كده ماشي. بصوا هي مساعداني في التقطيع عشان الكبدة كانت لسه ما فكتش. انا طلعتها من الفريزر يا دوبك كده، عقبال بس ما ابتديت اجهز الحاجات اللي هعملها. ورحت، هي بتفك بسرعة جدا. ورحت مقطعاها زي ما انتم شايفين كده. الكبدة حبايب قلبي ما بتتغسلش، اوعي اوعي تغسلي الكبدة. لو غسلتيها هتلاقيها شدت كده، وهتلاقيها اتجلد وتبقى عاملة زي الأسك كده وانت بتاكليها. لكن عشان تبقى سواها حلو، احنا هنقطعها من غير ما نغسلها. بعد ما قطعناها كده مكعبات او شرايح رفيعة، بتروحي قطعة 3 4 ليمونات، وتروحي عصرهم عليها كده. اعصري عليها ليمون على قد ما تقدري. بعد كده هندعكها في الليمون كده عشان كل حتة في الكبدة يجي عليها من الليمون. انا اقلبها كويس كده. انتوا عارفين انا مش بحب البس كلوفز وانا بشتغل، وكمان بحب ملمس الحاجه كده ابقى لمسها بايدي. طالما ايدينا نظيفه خلاص بنعمل حاجه بيتنا. بعد كده بننقعها. بعد ما تقطعيها وتعصري عليها الليمون، حطيها في مصفى واركنيها كده فوق بولة ولا حاجة، مش أقل من ساعتين عشان تنزل الدم اللي فيها. لأن لو غسلتيها هتبقى ريحتها زفرة. فاحنا بنبقى دعكينها بالليمون، بس عايزينها تنزل برضو كمية من الدم اللي هي فيه عشان برضو ريحة الزفارة. بعد ما تصفي الدم اللي فيها كده، وهنروح حاطينها في، جايبين طاسة زي ما انتوا شايفين كده او صينية اللي هتعملي فيه. تروح حاطه فيها معلقتين كبار من السمنة زي ما انتوا شايفين كده. سيبي بقى السمنة تسخن وتقدح قوي، يعني انت سيبيها لما تقدح خالص. انا كده مستنية على الطاسة لما تقدح. اهو زي ما انتوا شايفين، ما تستعجليش وتنزليها عشان لازم تسمعي الطشه بتاعتها كده. لازم السمنه تكون سخنه جدا زي ما انتوا شايفين. انا بشوفها كده الحراره بتاعتها بقت عامله ازاي. هسيبها كمان شويه وهرجع تاني اختبر برضو، هشوف برضو حراره السمنه، وبعد كده هروح منزله الكبده عليها. كده حبايب قلبي انا خلاص اتاكدت ان السمنه سخنت خالص. هروح منزله بقى عليها الكبده. انا بوريها لكم بس اهو. طبعا الليمون بيغير لونها، بس كده تعقمت كويس من الليمون ونزلت زفاره الدم اللي فيها زي ما انتوا شايفين كده. انا نزلتها على السمنه، شايفين عشان السمنه كانت سخنه جدا وقاتحه. عملت بصوا الطشطشه اللي في الجناب دي. طبعا اول ما الكبده بتشم النار بتلاقوا لونها غير زي ما انتوا شايفين كده. افضلي قلبي فيها شمال ويمين كده لحد ما كل حتت الكبده تاخد صدمه. احنا عايزينها تاخد صدمه كده عشان يعني برضو منها تقفل المسام، ومنها ان هي يعني نتأكد ان هي تشوحك كويس كده في السمنة. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. لو لسه معايا حبايب قلبي، فضلا وليس امرا، ما تنسوش تدعموني بلايك، اشتراك في القناة، متابعين الجداد. يا رب تكون قناتي بتعجبكم ويكون محتواها بيفيدكم. وعايزاكم بقى تقولوا لي من اي بلد بتتابعوني عشان دي حاجه بتبسطني قوي. واخواتنا العرب بتعملوها الكبده. احنا عندنا اسمها الكبده الاسكندراني. لو عندكم الطريقه دي بتعملوها اسمها ايه في بلدكم؟ ولو برضو بتعملوها الكبده الاسكندراني بتعملوها كده ولا بتعملوها بطريقه تانية؟
وما تنسوش تسموا الله وتصلوا على رسول الله في الكومنتات. والله وانت بتعملي الحاجة كده بتقولي بسم الله ما شاء الله تبارك الله لا قوة إلا بالله، وبتصلي على رسول الله، الحاجة بتطلع معاك حلوة ومظبوطة. زي ما انتوا شايفين كده النار كانت عالية، وقلبت ايه، او بصوا بقلب فيها لحد كده هي خدت صدمة ومسامها قفلت. طبعا هنا انا عايزه بقى ايه احطها على نار اعلى، العين دي واطيه شويه، فنقلتها على العين الكبيره وهفضل اقلب فيها زي ما انتوا شايفين كده. هتبتدي بقى ايه تجيب ميتها. لو انت عملتيها على نار واطيه هتجلد ومش هتستوي كويس وهتاخد وقت على النار، لكن النار العاليه بتخليها تجيب ميتها عشان هتستوي بيها. احنا طبعا مش هنحط لها ولا نقطه ميه، هي بتستوي كده. دي الميه والسمنه اللي انا حطيتها، هي جابت ميه بسيطه ودول معلقتين السمنه اللي انا كنت حطاهم. عايزه اوريكم اهو، بصوا الميه دي هي اللي هتستوي بيها. صلوا على رسول الله كتير في الكومنتات، وصلوا على رسول الله وانتوا بتشتغلوا عشان حاجتنا تطلع مظبوطه. هنا بقى حطيت معلقتين بمعلقه الاكل من الخل برضو كتعقيم، وبتديها برضو شمخه، بتديها ريحه حلوه كده وطعم جميل. زي ما انتوا شايفين كده انا معاكم واحده واحده وبتشوفوا مراحل التسويه اهو. كده النار عاليه، نزلت بقى بعد حوالي 3 دقايق كده من وهي على النار. نزلت دلوقتي نص معلقه فلفل اسود ونص معلقه كمون، الكبده بتحب الكمون زي ما انتوا عارفين. ممكن تحطي يعني كزبره كمان نص معلقه، ده اختياري. زي ما انتوا شايفين كده تقلبتين 3، وهنزل كمان دي حوالي كده 4-5 فصوص توم، يعني انا هرساهم ونزلتهم كده مع الكبده. وهفضل ان انا ايه اقلب فيها كمان دقيقتين كده، اروح منزله الفلفل. زي ما انتوا عارفين الفلفل بقى في الكبده الاسكندراني ميزته لازم يكون صاحي كده، لازم يكون بيقرقش. يعني احنا مش بنحطه من الاول عشان ما يتهريش ويطرى ويدبل، وكمان لونه يغمق، اللي احنا عايزينه يفضل لونه اخضر ومزهزه كده، فعشان كده بنحطه في الاخر عشان يفضل لونه مزهزه ويفضل ايه يقرقش كده وانتي بتاكلي الكبده. زي ما انتوا شايفين كده قلبنا كويس، هي بقى شربت الميه بتاعتها واستوت بيها. كبده مش بتاخد وقت كتير على النار، فايدك فيها ما تسيبهاش وتروحي كده ولا كده عشان ما تتلسوعش منك. خلاص كده يعني كل الحكايه كده 10 دقايق على النار بتكون الكبده دي اتعملت من الاول للاخر. خلاص كده استوت، بنروح واخدينها بقى ايه وخلاص هي استوت بالميه اللي جابتها والسمنه. اروح مفضيها كده في طبق التقديم. ما شاء الله تبارك الله، شايفين حاجه فاخر من الاخر يا باشا، طعمها جميل، كبده اسكندراني على ابوها. ضمناها يعني اطعم واحلى مليون مره من بتاعه المحلات. ضمنه هي كبده ايه حتى لو كبده اسكندراني ورشيتي عليها الليمون مفيش مشكله خالص، بتعقمها وبتنزل الدم اللي فيها والزفاره اللي فيها. زي ما انتوا شايفين حبايب قلبي جميله جدا. انا على فكره انا كنت حاطه الفلفل اللي مستخدماه فلفل رومي بارد عشان عندنا اطفال. انت بقى لو عايزه تحطي فلفل حامي ممكن تحطي لها كمان قرن فلفل، ممكن كمان تستخدمي فلفل الوان، الفلفل الاحمر ده الالوان اللي هو اصفر واحمر برضو بيسكرها وبيديها طعم وبيخليها حلو. يلا بقى نعمل سندوتشات الكبده بتاعه العربيات. زي ما انتوا شايفين كده كان عندي فينو كده في الفريزر، طلعته حطيته في الفرن فك وسخن وبعد كده فتحته. بصوا زي ما انتوا شايفين كده، بتروحي بقى حاطه كده في السندوتشات، ويلا بقى اعملي احلى سندوتشات كبده بتاعه العربيات. بس انا فاتني حاجه هنا، مفروض ان احنا بقى كنا حاطين على السندوتشات دي يعني رشه طحينه كده، انا راح من بالي خالص. وممكن كاتشب، يعني انا وانا بجهز الحاجات عشان اعمل الكبده راح من بالي خالص ان انا اجهز طحينه وكاتشب، مع اني عندي والله في الثلاجه. فمعلش بقى انتوا ممكن تحطوا كده ايه بالمعلقه، صرصروا كده طحينه، سلطه الطحينه، صرصروا كده كاتشب، بتديها طعم وحاجه فاخر من الاخر. عايزه تاكليها بقى حاميه ممكن مع قرن فلفل اخضر حامي كده، ويا سلام عيشي بقى. جبت لكم عربيه الكبده في البيت، وادي ايه سندوتشات حلوه جميله، ممكن تعمليها في عشاء، ممكن تعمليها في فطار، ممكن تاخديها في رحلات وانت مسافره في مصايف على البحر. يعني بصي ليه ممكن تاكليها في اي وقت. سموا الله وصلوا على رسول الله كتير في الكومنتات. ما تنسوش تدعموني بلايك، شيروا الفيديو، و
اقول لكم ايه، مع السلامة.